السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والورد والياسمين. صباح النشاط بقى، لازم النهاردة نتدفى، اي حاجة تدفينا، اكلات بقى من اللي بتدفي بجد. طبعا الاول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حاجة بقى بتدفي مفيش الا المحشي. انا والله ما كنت هعمل محشي، انا كنت هعمل اكلة تانية. انا كنت عايزة بصراحة اعمل صينية بطاطس حلوة كده ندخلها الفرن. بس لقيت الآراء عندي عايزين ياكلوا محشي، قلت لهم خلاص ماشي. انا كان برضو اللي شجعني بقى ان انا عندي كوسه في التلاجة. فبنتي قالت خلاص يا ماما أنا هنزل اجيب كرنبه، يعني حتى هي اللي جايباه. بس والله العظيم طلعت زي الفل، يعني انا مستغربه، يعني هي ساعات انا اللي بشتريها ما بتطلعش حلوه. بس حظها بقى طلعت حلوه الحمد لله. كنت حاطه بقى الميه. يعني هي اول ما جت كنت انا اصلا حاطه الميه بقى تتسلق عشان اسلقها وكده. ومسكت انا حطيت في الميه ملح وكمون بس. وبنزله بس اغطسه تغطستين كده وبعدين اطلعه. ليه بقى اليومين دولت الكرنب هو كرنب البلدي فما بياخدش سليق كتير يعني. حاولي ان انتي ما تغيبوش في ميه السليق عشان تعرفي ان انتي تحشيه، لا اما هتلاقيه بيتقطع منك. خلاص بقى والكرنب بتسلق، عملت ايه بقى؟ كنت نشيطه والله، انا كنت قايمه النهارده نشيطه. اقول لكم بقى نشيطه ليه؟ شقتي بصراحه نظيفه من امبارح، الشقه متنضفه، حاسه بهدوء. ولادي كمان كل واحد راح الدروس بتاعته، فكنت قاعده بقى في الشقه لوحدي والدنيا نظيفه، فكان بصراحه يعني مفيش زن بقى، فكنت بشتغل بمزاج. مسكت بقى طبعا قطعت الكوسه بتاعتي، قشرتها وقطعت البصل. وكمان الطماطم بتاعت اللي هو الصلصه كمان ايه غسلتها وقطعتها. انا بضرب البصل، بقطعه في الكبة، بينجز معايا وقت بصراحة. يعني انا الكبة دي منجزة. بس ما حبيتش فيها عصير الطماطم، يعني الطماطم لما بتضربيها في الخلاط لا احلى بكتير بكتير من الكبة، نصيحة مني يعني. ابقي اضربيها في الخلاط. هي بقى دي بقى الطماطم يعني لا في الخلاط احسن بكتير ويعني بتفرمها لك احسن. هنا بقى كنت بجهز علشان اعمل التسبيكة بتاعت المحشي. هو المحشي لو انت منظمه حالك وانت منظمه اصلا شغلك بتلاقي الحاجه خلصت معاكي على طول. يعني انا بالنسبه لي في ثانيه جهزت الحاجه بقى اللي انا هعملها. غسلت خضاري كله مره واحده، قطعت بصلي مره واحده اللي هو بتاع بقى تسبيكه المحشي وبتاع الفراخ وبتاع كل حاجه. بنجز بقى وقت. هنا بقى اما البصله بتاعتي بقى تحمر هكون ايه عملت الدقه بقى للي متابع معايا من زمان. عارف بقى ان هي توم، وبقطع كمان فلفل الوان احمر واخضر واصفر. وكمان بحط ملح وفلفل بس وبدقها كويس جدا. ودي بتبقى مع بحطها مع رز المحشي. ما بحبش التوم ان انا احطه مع البصل في الاول. ليه؟ خدي بالك التوم لما بتحمريه شويه النكهه الحلوه بتاعته بتروح. لكن هو طري كده يديكي ريحه وطعم احلى بكتير. فانا بحبه بصراحه كده. كمان في ناس بتعمل في المحشي انها بتقطع الفلفل الالوان مع البصل. لا برضو ما حبتهاش، يعني الطريقه دي ما حبتهاش، جربتها والله. كل حاجه جربتها. واحلى حاجه بقى في المحشي القرون الحراقه بتاعه الفلفل دي، يعني احلى حاجه في المحشي هي القرون الحراقه. هنا بقى طبعا كنت بحط بقى قطعه كده في قلب الدقه. وهدقها وكده ما عادش هيبقى بالنسبه لي الا ان اجهز ان انا اقور الكوسه. ويبقى كده ما عادش عندنا الحاجات بسيطه. طبعا بقى الفراخ بتاعتي انا هعملها بشوربه، لان يعني طبعا محتاجه شوربه عشان اسقي بيه المحشي. وكمان هي فراخ كبيره شويه فلازم ان انا اعملها شوربه. طبعا بقى بقور الكوسه بتاعتي في ثانيه. المقوار ده بصراحه يعني ربنا يصلح حالها اللي جابته لي. حلوه قوي المقوار تاني، الرفيعه دي مش حلوه خالص. طبعا كنت قاعده ببص على بصله المحشي لا تتحرق ولا حاجه. شوفوا يعني هي شغلانه مع شغلانه بتلاقيكي فجاه خلصتي على طول. والله انا بادئه المحشي ما خد مني حاجه، يعني انا فجاه لقيت المحشي اصلا بتردد وما فيش، يعني مخلصه بدري قوي. هنا بقى طبعا بحط باكو صلصه كده بيخلي الطماطم اصلا حمرا وحلوه قوي. يعني انا اصلا متعوده على طول ان انا لازم احط معلقه الصلصه دي. خصوصا في اي تسبيكه بتلاقي لونها حلو جدا. هضيف بقى عصير الطماطم بتاعي واحط بقى الملح، البهارات مش هحطها الا وانا بضيف الرز. ويبقى كده خلاص عندي تسبيكة المحشي تمام. في الوقت ده بقى انا كنت حاطه ميه للفراخ. انا مش هشوح الفراخ ولا حاجه قبل ما يعني ما اضيف لها الميه، لا انا حابه ان انا احط لها ايه الشوربه بتاعتها الاول. طبعا بدل الميه بدات بقى اللي هي تحس انها سخنت كده. هنزل بقى فيها الفراخ ومش هضيف للفراخ اي حاجه الا لما مثلا لو طلع لها ريم ولا حاجه، بس والله هي ما طلعلهاش ريم بدل الحاجه مغسوله كويس جدا. مش هيطلع لها ريم. طبعا بقى لما غلت حطيت بقى معاها بصله وطماطميه وفلفل اسمر وملح. وبتحطي بقى حبهان ورق لورا مستكة كده يعني.
هسيب بس الشوربه كانت ريحتها طالعه جميله جدا، لان اصلا الفراخ دي فراخ بيتي فكانت جميله جدا. هنا بقى ايه، هقطع الكرنب. انا كان حد سالني على تقطيع الكرنب قبل كده، لان انا كنت عملته مره بس كنت مستعجله شويه فما جاتش اللقطه كبير. إيه، اولا اللي انا سايباها الخضره اللي فوق دي انا سايباها عشان هغطي بقى المحشي، بدل ما تغطي بقى بطبق ولا حاجه، لا بتسيبي ورقه خضره من دي تغطي بيها. وبتمسكي بقى اللي هو العود الفوقاني ده، بتقومي قطعاه وبتقومي بقى واخداها، شوفي لفاها عاملاها بالطول كده زي رول، وبتقطعي بقى نفس المقاسات بس، وبتكملي بقى الكميه كلها نفس الشكل كده. بس شايفين بقى ان هو مسلوق كويس جدا، ما بتقطعش بقى ولا بتهرى ولا اي حاجه ازاي. طبعا بقى اليومين دول كل سنه وانتم طيبين، عايزين نخزن لرمضان، لان احلى كرنب بتعينيه الفتره اللي احنا فيها دي. يعني في شهر واحد ده احلى كرنب بقى البلدي الحلو ده. هكمل بقى تقطيع بقى بتاع الكرنب بتاعي كله، واحطه في مصفى عشان لو في ميه ولا حاجه ينزل. وهنا بقى اول مره مرميش اللي هو حاجه اللهم صل على النبي، الكوسه. قلب الكوسه ليه بقى؟ انا في العادي ان انا كنت بحشي الكوسه وبحطها في الحله. لا انا المره دي هعملها في صينيه، فبما ان هعملها في صينيه بقى بحطها في ارضيه. ارضيه الصينيه مع الخلطه اللي انا حطاها دي، شايفين بقى شكل الالوان بصراحه تحفه. هحط بقى نقطه زيت، حطيت طبعا في ارضيه حله المحشي وارضيه صينيه الكوسه. وكده بقى جهز المحشي، كان عندي التسبيكه عندي زي الفل، وكمان مهديه بقى على الفراخ، وغسلت كل الاطباق اللي عندي. فكان خلاص بقى ما عادش الا اني هقعد احشي. الرز طبعا كنت غسلاه وسايباه يصفى خالص، بحيث ان هو ما يكونش فيه اي ميه. وحطيت الشبت، وحطيت كمان بقى البهارات بتاعتي. حطيت كمون وكزبره وكمان بابريكا وايه كمان حطيت السبع بهارات، وحطيت كمان خلطة محشي. كل ده بحطه بقى وبقلب. الله بقى على الريحة في الوقت ده، الله بجد بتبقى ريحة تحفة. انا طبعا مش هقعد احشي بقى افضل واقفة، لا طبعا انا خدت حاجتي كده وطلعت بره في قلب الطرقة. شوفوا شايفين بقى الجو كان هادي ازاي، بس في الوقت ده بقى كان ابني جه من درس، يعني هو جه وكان هيقعد ساعة ويرجع يروح درسين تانيين. والله انا حاسة ان ابني ده في ثانوية عامة مش في رابعة ابتدائي. المهم بقى هنا خلاص، اول حاجه خالص قلت احشي الكوسه. هحشيها واولع عليها واقعد بقى احشي بقى حله المحشي كده بمزاج. بس والله العظيم ما خدت مني وقت، يعني انا اصلا الحاجه ما خدتش مني وقت، لان كمان انا نظمت دنيتي وخلصت على طول. وكمان بقى اللي شجعني ان الشقه كانت نظيفه، ما اتبهدلتش في الشقه، يعني انا اقصى حاجه عملتها نظفت بس السراير. هنا بوريكم ان خلاص كده صينيه الكوسه خلصتها. وهولع عليها. طبعا انتوا بتحطوا الميه يعني عارفين انتوا يعني مش كتير، بالذات الكوسه، لان طبعا هتنزل ميه وحاجات من دي، فما تبقيش تكتري ميتها قوي. وبولع عليها اول ما تبدا تغلي هدي النار. على فكره الحاجه لما بتستوي على نار هاديه بتلاقي لها طعم، شوفوا بيقول لكم شمخه كده، طعم وريحه وكل حاجه حلوه. حتى المحشي، انا عندي المحشي لما بتشرب بهدي بقى واسيبه. لو هسيبه فتره بس بهدي النار بقى. مش ان انا بقى يعني اعلي النار على الحاجه احرق الحاجه بقى لا هدي النار على الحاجه. حتى الفراخ كمان، يعني انا الفراخ حتى استوت وخلصت، كان لسه فيها تكه كده، بقوم بقى طافيه النار وسايباها في الشوربه كده على نار هاديه خالص. هنا كنت خلاص، الله يعني شفت وخلصت بسرعة ازاي انا والله اللي حاشية الواحد دي خلصت مش بسرعة ولا حاجة طبعا. إيه خلصت بقى، إيه بس ايه بقى المحشي ما ببقاش اكتر المية بتاعته قوي، يعني شايفين الصوابع كلها باينة ازاي. بس هقوم بقى مغطياها بالورقة الخضراء اللي انا قلت لكم عليها، بدل بقى ما احط طبق بقى والكلام ده. الورقة دي بتخليه بصراحة يعني يغلي في بعضه، بيبقى حلو قوي. وهعلي النار بقى وهسيبه. هنا بقى كانت الفراخ عندي خلاص استوت، نشيلها علشان انا هشوها تحت الشوايه، يعني انا مش هحمرها. ما انتوا لازم بقى في الايام اللي احنا فيها دي ندبر يا جماعه قال بقى الزيت والسمنه والحاجات اللي لا. يعني انت ايه، شويه صلصه بس دهنيهم وحمري تحت الشوايه، وما تهلكيش بقى. حاولين بصوا احنا هنحاول نوفر على قد ما احنا، مش عارفه هنوفر ايه، بس هنحاول نوفر على قد ما نقدر. طبعا بمسك بقى دهنها. باقي عندي شويه صلصه من صلصه المحشي، هدهنها بس كده واحطها بقى تحت الشوايه هتلاقيها احمرت وبقت زي الفل. هنا بدي دهنه بسيطه كده لصينيه الكوسه، كانت خلاص استوت وبقت تحفه. هحمر بقى الفراخ وهحمر كمان الكوسه، وكمان سبت المحشي يتردد وخلاص بقى هنتغدى. بقى احلى احلى حاجه بقى، تحسي بقى ان انت تعبتي كده، تقعدي تتغدي وتشربي بقى الشاي بعدها، احلى حاجه. هم كانوا جم بقى من الدروس، قلت لهم بقى يلا نتغدى كده، انا احب اقلب حله المحشي واقعد اتغدى على طول. بألف هنا وشفا يا رب للي ياكل، وبألف هنا وشفا يا رب للي شاف. يا ريتكم كلكم والله تبقوا معايا. بحبكم في الله، ما تنسنيش في الاشتراك واللايك. انتظروني ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.